السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله من اسرع واسهل واروع الاكلات الصيفيه اللي تتحضر معاكي كده في دقايق، مش هتوقفك في المطبخ كتير خالص. وكمان بصدر فرخه واحد بس وبطاطستين، وتقدري تقدميها مع اي حاجه. ممكن تتقدم مع رز بالشعريه زي ما انا عاملاها كده، او مكرونه، او تتغمس بالعيش. ممكن كمان تتقدم مع رز اصفر. عايزاكم تشوفوا الجمال بقى. يا سلام على مطة الجبنة دي لوحدها حكاية، ده غير طبعا طعمها وريحتها الروعة في منتهى الجمال. الأكلة دي لو جربتيها مرة واحدة بس هيطلبوها منك كل يوم. الأكلة دي فكرة الشيف فاطمة أبو حاتي. أنا شفتها عجبتني جدا وجربتها، ومن يوم ما جربتها وأنا تقريبا كده بعملها مرتين كل أسبوع. يلا نسمي الله ونبدأ على طول نشوف هنحتاج ايه. استخدمت صدر فرخة واحد بس. جبته كده سليم على بعضه وغسلته كويس جدا وصفيته. هبتدي اقطعه مكعبات. هقطعه مكعبات كده متوسطة زي ما انتم شايفين. طبعا الكمية دي حاجة ترجع لكم، لكن الصدر ده عملت بيه صينية كبيرة. كفت 5 افراد وفضل كمان منها شوية. هقطعها كده كلها بالشكل اللي انتم شايفينه، الحجم اللي انتم شايفينه ده. بعد كده هستخدم بصلتين وسط، هقطعهم برضو مكعبات رفيعة. يعني هقطع كل الخضار اللي انا هستخدمه مكعبات رفيعه، مش هبشر البصل لان انا مش عايزاه يتهرى قوي، يعني عايزين نحس بطعمه برضو في الاكله. وفلفل اخضر والوان هنقطعه بنفس الحجم. لو طبعا بتحبوا الفلفل الحار او عايزين الاكله تبقى حاميه هتقطعوا فلفل قرن كده، فلفل حامي. وبعد كده طاسه فيها معلقتين من الزيت، هنسخنها كويس جدا. بعد كده هننزل الفراخ، تبتدي تاخد صدمه وتتشوح. وفي الخطوة دي النار لازم تكون عالية علشان الفراخ ما تفقدش المية اللي فيها وتنشف. هنقلبها كده تقلبتين لحد لما تبتدي تاخد اللون الذهبي وتنزل ميتها وتشربها تاني. هنزل البصل بقى على طول. هنشوح البصل مع الفراخ تقلبتين تاني كده برضو. وبعد كده بقى هنبتدي نحط البهارات بتاعتنا. حطيت نص باكو من ال11 بهار ونص باكو من المرقة الفورية، ومعلقة كده وسط من الفلفل الأسود. ودي كل البهارات اللي هستخدمها، وهزود بس عليها كاري ورشة كاري بسيطة لأنها بتدي طعم الأكلة دي طعم رهيب. وكمان معلقة من البابريكا. تقلبتين تاني وهبتدي بقى انزل الفلفل الالوان. نسيت اقول لكم ان انا نزلت مع البصل فصين توم متقطعين رفيع جدا. هننزل الفلفل الالوان وهنديها تقلبه تانية. بعد كده بقى هنقلها على نار وسط، هديها فرصة كده تستوي براحتها وتاخد من طعم البصل والفلفل. في الوقت ده هكون بحمر بطاطستين قطعتهم مكعبات، مكعبات وسط برضو بنفس حجم الفراخ. ودلوقتي بقى هظبط الملح بتاع الفراخ، ما كنتش ملحتها من الاول. وفي المرحلة دي هبتدي احط معلقة من الزبدة، يعني تقريبا 50 جرام كده مكعب من الزبدة. هزود عليهم معلقتين كبار من الدقيق. واول لما الزبدة تبتدي تسيح والدقيق يندمج معاها هقلب كل المكونات مع بعضها. يعني انا بعمل في المرحله دي زي صوص ابيض كده، بس كله في نفس الطاسه. ودي ميزه الاكله دي بقى، ما بنستخدمش ادوات كتير ولا بنبهدل مواعين كتير. يعني كله كده في طاسه واحده. بعد كده هنزل كوبايه من اللبن البارد، تقريبا 200 جرام او ربع كيلو من اللبن الساقع بدرجه حراره التلاجة. وهقلب كله، وههدي النار لحد لما تبتدي تربط معايا شويه. خرجت البطاطس حمرتها تحمير عادي جدا زي اي بطاطس محمره بناكلها، حطيتها على مناديل. وهنا جبت الصينيه اللي انا هستخدمها، هحط فيها كل المكونات وهدخلها الفرن. صينيه عاديه مش مدهونه اي حاجه، ممكن تكون صينيه بايركس، صينيه اي صينيه عندك واي حجم انت عايزاه. ابتديت نزلت فيها الخليط اللي كان في الطاسه وعليه البطاطس المحمره. وهرش رشه كده بسيطه من الملح. واهم خطوه واحلى خطوه، رشه كده محترمه من الجبنه الموتزاريلا المبشوره نغطي بيها وش الصينيه كلها. وهندخلها فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200. هتقعد تقريبا 7 8 دقايق كده بس، لحد الجبنة لما تسيح ويبتدي لونها يبقى ذهبي. وبس كده طلعنا صينية بتاعتنا. مش قادرة اوصف لكم الريحة رهيبة، مالية الدنيا، طعمها رهيب. ميكس البطاطس مع الفراخ مع الكاري مع الجبنة، كل المكونات كده اللي حطيناها دي مدية طعم رهيب وريحة مالية الدنيا. شايفين مطة الجبنة رهيبة فيها، ده غير ان طبعا الوش طالع مقرمش جدا. يعني في الاول كده باين عليها ان الوش مقرمش، انا كنت خبطت بالشوكة على الوش، باين ان هي كريسبي ومقرمشة جدا. الاكلة سهلة جدا، نتيجتها فوق الوصف. وبس كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم، بتمنى تجربوا الاكلة دي واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ما تنسوش ان عجبتكم الوصفة لايك وشير وسبسكرايب للقناة. اشوفكم ان شاء الله على خير في وصفات احلى. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.